السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا ما كان حتى كان واحد المرة ماشي بقديم الزمان. قصتنا اليوم بديت وعلى النبي صليت عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نبداو قصتنا ديال اليوم، فضلا وليس أمرا، المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام. ودابا نبداو قصتنا ديال اليوم على بركة الله. قصتنا ديال اليوم كتاخدنا لمصر الشقيقة. تما كاينه واحد المنطقه اللي هي تدعى بمصر الجديده. مصر الجديده في احد الشقق، في احد المباني اللي باقا جديده، باقي يلا كيف واحد المبنى في طور الانشاء. وداك المبنى عباره على شقق، ودوك الشقق يلا كيف ساكنين منهم غير 3 شقق فقط، يعني باقي العماره كلها فارغه. تما في واحد الشقه من دوك الشقق كتسكن اللي عليها حكايتنا اليوم، واحد البنت سميتها صفاء، اللي كتبلغ من السن 35 سنة وكتسكن غير بوحدها. والغريب في الأمر هو أنه كما كتعلموا في المجتمعات ديالنا العربية والإسلامية، يعني مستحيل أن البنت تسكن بوحدها، وخصوصا فاش تكون عندها العائلة ديالها، يعني والديها وخوتها. من المستحيلات أنها تفكر شي نهار تسكن بوحدها، يعني من دار باها لدار راجلها ولا القبر. هادشي اللي كاين، أو بالأحرى هادشي اللي تربينا عليه حنايا. المهم هاد صفاء بعائلتها بخوتها بكل شيء، ولكن ساكنه بوحدها رغم انها ما مزوجاش. كيفاش وعلاش؟ صفاء من داك النوع اللي مشكاك بزاف، واللي دائما كيتشرش غير بجنابه، وما عندها علاقات مع الناس، ما كتعرف حد. وفاش كانت مازال باقا عايشه مع دارهم كان دائما المشاكل بالصباح وبالعشيه، المشاكل ديالهم كاع ما كتحد. وحتى انها فاش مشات سكنت بوحدها، فيما كتمشي عند دارهم او كيجيو عندها كيتخاصموا. يعني هاد صفاء كان من المستحيلات انها تعيش مع شي حد. هي هذيك قررت وفضلت انها تعيش بوحدها. كما قلنا هاد صفاء كتشرش غير بجنابها، ما عندها علاقات مع الناس، ما كتختلط بحد، ما كيمشي عندها حد، ما كيجي عندها حد، الا 3 ديال الناس معدودين على رؤوس الاصابع. المهم هاد صفاء في يوم من الايام الجيران كيسمعوها كتغوت، فكطلعوا عندها كاملين كيتجاراو بالحساس ديال الموبل، بالناس اللي ساكنين تما كاين كلشي طلع كيتجارى. كيدقوا ما كتجاوبش، هما فرقعوا عليها الباب. فاش فرعوا الباب دخلوا عليها كيلقاوها بواحد الحاله يرتلاها، لقاوها عندها واحد التشنجات وطايحه في الارض، يعني تتشبه حاله الصرع. المهم حاولوا انهم يسعفوها وخداو بايدها، ولكن صفاء والغريب في الامر انها فاش فاقت على ما تشكرهم وتقول لهم شكرا انكم وقفتوا جنبي، مشات عند البوليس ودعاتهم، قالت باللي هما فرعوا عليها الباب ديال الشقه ديالها وتهجموا عليها. والناس غير باش يتفكوا من ديك الدعوه صدقوا جامعين مع بعضياتهم الثمن ديال الباب والاصلاحات وصوبوا ليها. ومن تما كاينه حلفوا بحلوفهم انهم واخا يسمعوا هذه المره كتغوت ولا يوقع عندها اللي وقع، عمرهم ما يوصلوا ليها ولا يقربوا ليها. ودازت الايام على هكذاك، ودائما الناس كيسمعوا باللي صفاء كتغوت، ودائما الغوات والصريخ خارج من الشقه ديالها. الى ان واحد النهار داك الكونسيرج اللي تحت في الباب مبارك كيسمعها كتغوت كما العاده. فسمعها رغم ذلك راه قلبوا ليها وقال هي من مثابه ولادي، يعني في السن ديال ولادي وبناتي وداك الشيء، اجي نطلع عندها ونشوفها. فاش طلع عندها ودق عليها يتحل ليه، حلات ليه، بدات كتغوت، قالت لي انت جاي تهجم عليا. حضروا الجيران بيناتهم، فكوا بيناتهم، تا هو حلف قال والله ما نبقى نوصل ليها ولا نقرب الباب ديال دارها، واخا نسمع عندها اللي كان ما نقرب ليها ما نوصل ليها. هي هذيك في يوم من الايام الجيران حتى كيشموا واحد الريحه طالعه من عندها من الشقه، وديك الريحه قويه وخانزه بزاف. قالوا شنو غنديروا دابا؟ تقدر هي بوحدها تكون وقعت لها شي حاجه او ماتت لا قدر الله ولا شي حاجه، اشنو غادي نديروا؟ قالوا في بلاصه ما نمشيو نفرعوا عليها الباب ونشوفوا شنو عندها حتى تعود نايضه لينا وقايل لنا عاوتاني جايين تهجموا عليه وخلصوا لي الباب، اجي نمشيو نيشان عند البوليس. هي هذيك نيشان مشاو عند الشرطه، بلغوهم، جات الشرطه فرعت عليها الباب، كيدخلوا اذا بهم كيتفاجئوا بواحد الشوفه لا يوريها لشي حد، لقاوها طايحه على الارض مذبوحه غرقانه بدماياتها. هنا القضيه تحولت. البوليس بداو كيديروا استنطاق مع الجيران، كيديروا استجواب، كيقولوا شكون اللي كيمشي عندها وشكون اللي كيجي عندها. الجيران قال لهم احنا عمرنا ما شفنا شي واحد جا عندها ولا هي مشات عند شي واحد، الا 3 ديال الناس، امراه وبنت وراجل. فاش البوليس بقاو كيبحثوا اكتشفوا باللي ديك المراه واحد دجاله يعني مشعوذه،
وداك الراجل هو ممرض، وديك البنت هي صاحبتها الانتيم، صاحبتها ديال الروح، ما كيتفارقوش مع بعضياتهم، او بالاحرى اسرارهم عند بعضياتهم. المهم هاد صفاء كانت تتواصل مع ديك المشعوذه دائما، كانت كل مره كتجي عند ديك المشعوذه. علاش؟ لان هاد صفاء كانت متزوجه بالسر، ولكن الاهم انها بيمن كانت متزوجه، كان متزوجها جني ماشي انسي، وكان كيقيم معها علاقه بحال علاقه الازواج. وصفاء كانت دائما كتحكي وكتقول باللي فاش داك الجني كيمارس معها العلاقه كانت كتحس بكل شيء، يعني بحال معها زوجها ديال بصح، رغم انها لحد ما ماتت كانت باقا عذراء. كيفاش كانت تتمر ديك العلاقه بيناتهم الله اعلم. المهم ديك المشعوذه او الدجاله كانت الوسيط بينها وبين داك الجني اللي مزوجها. كانت ديك المشعوذه تجي كتحضرو كتقول لها اشنو باغي اشنو كيطلب منك، والمشكل ان هذاك الجني انه كان كيغير عليها بزاف، ما كان كيخليها تعاشر مع حتى واحد وما يقرب ليها حتى راجل. وداك الممرض اللي كان تيجي عندها لانها هي كانت تتعرض لحالات التشنج وحالات الصرع، وكان خاصها مره تدك شي براوات اللي كيخفوا ليها من داك الالم. وهذا الممرض باش هو تيجي عندها يعني اختاروا ليها داك الجني اللي عاشقها او اللي متزوج بها. وكيفاش حتى اختاروا لانه هو داك الممرض عنده عاجز جنسي، يعني انه ما كيقدرش يوصل للعيالات. هادشي باش اختاروا داك الجني وخلاه وسمح ليه انه يجي عندها، لان كون جا عندها شي راجل عادي كان اكيد غادي يضرو ولا غادي يعمل فيه شي حاجه. وديك صاحبه الانتيم كانت كتعالج هي وياها في مستشفى الامراض العقليه، كانوا بجوجهم واحد الفتره في المستشفى، والاطباء كلهم كانوا يقولوا بانهم كيتجاوبوا مع العلاج بسرعه ودغيا خرجوا، يعني ما كانش عندهم شي مشكل. وكانت مفاهمه هي وصفاء لواحد درجه كبيره، لدرجه انهم كيتفاهموا غير بالعينين وبالاشارات. وفاش هاد صاحبتها مشاو عندها البوليس وقال لها بلي لقينا صاحبتك مقتوله، يعني تألمت لواحد الدرجه كبيره وما قدرت تعطيهم حتى افاده او تقول لهم شكون ممكن يقدر يكون دخل عليها للدار وقتلها. ما كانش قدرت كاع تهضر مسكينه، لدرجه انها قالت لهم اعطوني شويه ديال الوقت. البوليس داروا جهدهم وحاروا احتاروا في امرهم، ما لقاو حتى دليل في الشقه ان شكون اللي يدخل عندها وشكون اللي تعدى عليها وشكون هو الجاني، ما لقاو حتى دليل. وديك المشعوذه كيقلبوا عليها وكانها فص ملح وداب، يعني ما لقاوهاش ما طاحوش عليها، وكل لقاوها كانت غتعطيهم بزاف ديال المعلومات. اذا شكون اللي بقى لهم الممرض فاش استدعاوه جا عند البوليس، قالوا لي فين كنتي داك النهار اللي تقتلات فيه؟ قال لهم انا كانت عندنا الجنازه ديال عمي يلا كيف توفى، وانا كنت وسط العزايه وسط الناس، يعني كناخذ العزو ديال عمي. فاش مشاو البوليس كيستفسروا وكيسولوا كيديروا لونكيت ديالهم، فعلا لقاو كانت الماكينه. اذا شكون المشتبه فيه؟ ما لقاوش. كما قلنا احتاروا في امرهم، الى ان واحد النهار جات عندهم صاحبتها واخيرا غادا تنطق. جات عند البوليس اللي تقول لهم انايا غادا نقول لكم شكون اللي قاتل صاحبتي. كلشي كيستمع ليها بانتباه، وتقول لهم راني درت جلسه روحانيه وحضرت الروح ديال القرين ديال صاحبتي، وراه هو قال لي شكون قتل. هما في الاول بداو كيضحكوا، هما في الاول خداوها بالضحك كيف الجلسه روحانيه. من بعد هي تقول لهم القاتل هو الممرض. وين تاش تقولي؟ قالت لهم القاتل هو الممرض، وبالعلامه غترجعوا للدار وغتلقاو تحت من اللافابو او الحوض ديال المياه غتلقاو واحد الكون اللي هو كيستعملو، كان دائما كيستعمل واحد الليغات فاش كيمشي عندها، يعني ما كانش يقيسها مباشره، كانت دائما تقول لي حتى دير ليغات عاد باش تلمسني. وفاش يبغي يقول لها البرا كيستعمل دوك الليغات. قالت لهم سيروا الشقه ديالها وتحت من الحوض ديال الماء غتلقاو واحد الليغه عامره بالدم. ويلي كيفاش هاد القضيه؟ البوليس فاش كانوا مشاو راه كانوا فلاو الشقه وما لقاو فيها حتى حاجه، ما لقاو حتى دليل. قالت لهم سير رجعوا للشقه وغتلقاو الدليل. وداكشي اللي داروا البوليس، خداو الاذن من النيابه ورجعوا للشقه، كيبحثوا مشاو تحت من الحوض وما لقاو الليغه. لقاو داك الليغه اللي كيلبس الممرض عامره بالدم. فاش مشاو وكيديروا لها التحاليل لقاو الدم ديال الضحيه ولقاو البصمات ديال الممرض. وما يشدوا قال لي اجي لهنا كيفاش هاد القضيه؟ قال لهم ما يمكنش لقيتوا عليا شي دليل. قال لي لقينا الدليل وها هو. فاش جبدوا ليه اللي عامره بالدم السيد هو يشد راسو، قال لهم انا ارتكبت جريمه اللي مستحيل ان شي واحد يلقى عليا شي حاجه موراها، انا ما خليت حتى دليل، كيفاش هذا حتى وصل لهنايا؟ البوليس هما مستغربين في امرهم، ولكن هادشي اللي عطى الله. قال لي اجي لهنا عاود لينا. قال لهم سيادنا انا بصح مشيت عندها،
نهار العزو ديال عمي او نهار الموت ديال عمي عيطات ليا، قالت لي جي ضروري تدق لي دابا البرا. قلت لها يا بنت الناس راني ما نقدرش نجي عندك دابا، راه عمي مات وانا واقف مع الناس كناخذ في العزو ديالو. قالت لي لا والو نجي دابا. قال لهم بدات كتغوت عليا وانا نقول لها بلاتي صافي غير صبري واحد شويه غادي نجي. قال لهم استأذنت من الناس وطلعت الغرفه ديالي وقلت لهم راه غنتكا واحد شويه راني عيان. قال لهم فاش طلعت الغرفه ديالي هزيت الادوات ديالي والمسائل ونزلت من الشرجم بلا ما يشوفني شي واحد ومشيت عندها للدار وانا ناوي اني غادي نسرقها وغادي نقتلها. وفاش مشى للدار قال لهم حلات ليا هي هذيك، فاش بغيت نعطيها البرا ديال الدواء عطيتها برا ديال المخدر. تخدرات السيده، نط كنقلب في الدار كنبقشش لا نلقى شي حاجه باش نسرقها، واذا بها بدات كتحل في عينيها. قال لهم فاش بدات تحل في عينيها خفتها لا تغوت وانا نجبد واحد المشرط عندي من الشنطه، داك المشرط طبي، وانا ندوزو على الرقبه ديالها وانا نقتلها. قال لهم فاش غسلتها مسحت كاع البصمات، حيد كاع الدلائل وزدت في حالاتي. كيفاش هاد القوم وصل لهنايا؟ كيفاش لقيتوا هاد الدليل؟ البوليس اصلا هما في حيره من امرهم، لانهم فاش مشاو ولقاوها نهار الاول مقتوله راه الشقه كامله فلاوه. كيفاش حتى وصل داك الدليل تما كاينه؟ او بالاحرى شكون اللي حط داك الدليل تما كاينه؟ فانتم اكيد عارفين شكون اللي غادي يحط داك الدليل تما كاينه وشكون اللي وصلوا. فاكيد داك الجني اللي كان ساكنها هو اللي بغى يكشف الحقيقه ديال القاتل، وهو اللي كان سبب بانه يتقبض على الممرض وتحكم عليه بالاعدام. وهذه هي قصتنا ديال اليوم. كنتمنى من الله انها تعجبكم، ولا عجباتكم فضلا وليس امرا ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ولكم منا كل الاحترام يا ساده يا كرام، والسلام ختام.